الباكيكا والحرب بالوكالة على كردستان. أطلقت الباكيكا الخناق على الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي وحاربته وحاولت إفشال تجربة جنوب كردستان وتدميرها بشتى الطرق والوسائل. ومع أن سياسة الباكيكا العدائية تجاه إقليم جنوب كردستان وكافة أحزابه وعداوتها الخاصة للبارتي قد ازدادت في تسعينيات القرن المنصرم، إلا أن الباكيكا تحتشد قوتها الآن أكثر من أي وقت مضى في جنوب كردستان، كما أنها تحاول القضاء على الحركات الكردية في أوروبا، وما بقيت منها اليوم إنما هم البارتي والياكات. والحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الأقوى والأكثر شعبية في عامة كردستان، وهو الحزب الوحيد الذي تحسب له الباكيكا ألف حساب في منطقتي بهدينان وبوتان في شمال كردستان. ومع أن البارتي من أقوى الأحزاب الكردستانية من الناحية العسكرية والجماهيرية، إلا أنه لم يحارب الأحزاب القومية والوطنية أبدا، بل على العكس من هذا فكان يستخدم اللغة الدبلوماسية مقام لغة القتال والنزاع المسلح، وأخذ بمجامع القلوب في الشمال عامة ومنطقة بوتان على وجه الخصوص بسياسته اللينة ودبلوماسيته الانفتاحية. كما بنى البارتي قاعدة عظيمة له في هذه المنطقة عن طريق سياسته الحكيمة مع عشائر المنطقة، إلا أنه بعد انتفاضة شعب جنوب كردستان عام 91 وتحرير الجنوب وإقامة إقليم جنوب كردستان، اعتبرت الباكيكا هذا الحزب خطرا جديا، وكانت هواجس خوف الباكيكا متمثلة في عدم استطاعتها جذب الشعب الكردي الخاضع لنفوذ البارتي لجانبها وتقوية موقفها المعادي للفكر القومي والدولة المستقلة. وكانت تتاجر بالحروب مع البارتي في كل خطوة نجاح تخطاها البارتي، فمن الواضح أنه كلما تخطى البارتي خطوة تاريخية كلما تاجرت الباكيكا بحرب مسلحة بالوكالة، فهي تحارب البارتي بالوكالة وتشعر بالضعف يتآكلها كونها لم تستطع إثبات نفسها بين أهل الجنوب بعد الانتفاضة الشعبية عام 91 أو تنال وفاء وولاء وعواطف شعب جنوب كردستان. ولكي تقوي الباكيكا شوكتها في جنوب كردستان عام 91 قامت بتأسيس حزب كردي باسم حزب آزادي كردستان باك، وشكلت قوة عسكرية له، ولهذا الغرض دعا أوجلان العديد من شخصيات ونبلاء عشائر الجنوب للالتقاء به في دمشق، وحاول بكل قوته أن يجعل الحزب الجديد باك بديلا للبارتي في الجنوب. عام 92 وبعد تشكيل أول حكومة كردية في الجنوب أبدت الباكيكا عداوتها لهذه الخطوة وتاجرت بالحرب مع البارتي، فحاربت الباكيكا حكومة جنوب كردستان في منطقة بهدينان، علما أن هذا لم يكن حسب تخطيط مسبق. وهذه الحرب ضد الحكومة الكردية الجديدة في الجنوب تسببت في ضعف حكومة إقليم الجنوب، وهي لم تبلغ مرحلة الفطام بعد. ولم تعد الباكيكا هذه الحرب على أنها اقتتال أخوي أبدا، وإنما بررتها بأنها حرب على الخيانة، ووفق فكر الباكيكا وفهمها أن البارتي ارتكب خيانة وطنية وأنها تحاربه من أجل هذا، فمنذ عام 92 وقد ألقت بكامل ثقلها العسكري وقواتها الرئيسية في الحرب ضد البارتي بحجة خيانة البارتي، مبررة لها بالتقارب بينه وبين تركيا. غير أن الحقيقة شيء آخر، وهي أن تركيا وإيران والعراق لم يكن بمقدورها إجهاض تجربة كردستان وتدميرها بسبب موقف أمريكا، فقامت هذه الدول بتوظيف الباكيكا بهذا العمل. بعبارة أخرى نستطيع القول أن أي عداوة وحرب للباكيكا ضد البارتي والجنوب إنما كانت وراءها دول مثل تركيا وإيران والعراق، وأن الباكيكا تطبق أجندات هذه الدول. عام 92 خانت الباكيكا كوادرها ومقاتلها خيانة عظيمة عند متاجرتها الحرب بالبارتي، ففي منطقة حفتنين وخلال إحدى المعارك أصيب 19 مقاتلا للباكيكا، فآوتهم بإحدى الكهوف في المنطقة، فدعاها البارتي لنقل جرحى ومقاتليها لمستشفى بالعاصمة أربيل لتلقي العلاج. غير أن جميل بايك رفض طلب البارتي وأمر بقتل جميع هؤلاء الجرحى حتى لا يتم علاجهم من قبل البارتي، وقال: مصرع مقاتلي الباكيكا الجرحى أشد صونا للكرامة من تداوي البارتي لهم. وتم إعدامهم رميا بالرصاص بأوامر من بايك، وقتل منهم 18 مقاتلا، وشاءت الصدف أن تبقى مقاتلة منهم تدعى جاهدة على قيد الحياة، كانت من أهالي مدينة ديركي، نجت بأعجوبة من قرار بايك بإبادتهم، وبعد وصولها لمنطقة آمنة تنشر خبر مقتل جرحى مقاتلي الباكيكا بقرار بايك، وأن بايك بقراره الوحشي يحاول اتهام البارتي بقتل أسرى وجرحى الحرب. وبعد كشف حقيقة هذه الحادثة الوحشية حاول وجلا وقادة البارتي
الباكك تغطيتها وعدم إفشاء مثل هذه الأسرار بأي شكل من الأشكال. عام 93 قامت الباكك بدعوة الكرد الوطنيين من أوروبا وباقي أجزاء كردستان الأخرى بالحضور لمخيم زلي بجنوب كردستان لإنشاء المجلس القومي الكردستاني. والحق أن الهدف الرئيسي للباكك لم يكن بناء المجلس القومي، وإنما كان الهدف الرئيسي هو معاداة برلمان إقليم جنوب كردستان والمعترف به دوليا. فجمعت الباكك 200 شخصية كردية لهذا الغرض، وبعد انتهاء المؤتمر عادت تلك الشخصيات لبلدانهم لتقوم الدولة التركية بعدها باعتقال من شارك في المؤتمر من كرد تركيا وقتلهم جميعا. فوظيفة الباكك هي تحديد الشخصيات الوطنية والقومية وتصفيتهم جسديا بيد تركيا. والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: لو لم يكن باستطاعة الباكك حماية الوطنيين والقوميين الكرد فلماذا تقوم بهذه الأعمال؟ والإجابة هي أن الباكك تقوم بدورها ووظيفتها التي وظفتها فيها الدولة التركية فقط، والتي تتركز في تشخيص وتعيين الشخصيات الكردية المعروفة بوطنيتها وولائها لقوميتها للحكومة التركية، لكي تتم بعدها تصفيتهم جسديا حسب خطط ومؤامرات تركيا.